السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد زهير. النهاردة هنتكلم عن قصتي في الثانوية العامة، التجربة اللي أنا مرّيت بيها. طبعًا مش هتكون ملهمة يعني لأغلب اللي بيشوفني، لأن منتشر على اليوتيوب أو منصات التواصل إن أنا جبت 99%، دخلت طب، مش عارف إيه الكلام ده، فده اللي بيشد الناس أكتر. لكن أنا هاحكي تجربتي باللي أنا مرّيت بيه. يعني أنا ما دخلتش طب، ما دخلتش طب وهنعرف ليه دلوقتي إن شاء الله من خلال تجربتي اللي هاحكيها. أنا عارف ممكن يكون الفيديو طويل شوية، ف تمام. أنا زي أي طالب مصري، يعني حواليًا لازم تدخل ثانوي، بعد ثانوي تدخل كلية من كليات القمة المسماة كليات القمة، ده هنتكلم عنها في موضوع تاني. دخلت جبت في إعدادي تقريبًا 272.5 أو 275 من 300. على أيامنا كانت الدرجة من 300 مش 280 دلوقتي. والكلام ده الكلام ده الثانوية أنا من 4 سنين، يعني أنا المفروض دلوقتي من نزول الفيديو أنا مخلص سنة رابعة مثلًا يعني. فقلنا ندخل ثانوي، فدخلنا ثانوي. ثانوي كان هنا يعني أنا بما الابن الأكبر هنا في الأسرة يعني، فوالدي ووالدتي بقى يعني ربنا يبارك فيهم، لازم طب من صغر دكتور محمد راح دكتور محمد جه، فهكذا يعني. فدخلت ثانوي وانا عندي يعني الحلم ده، يعني اللي هو خلاص انا شايف الناس كلها حواليا بتقول لي انت لازم تدخل طب، لازم تدخل مش عارف هندسه، لازم تدخل كليه من الكليات دي عشان تبقى كويس، عشان تعرف تاكل، عشان تعرف تشرب، عشان تعرف تعيش، عشان يبقى لك مستقبل وهكذا. طبعا يعني انا فكره يعني الطفل احنا لسه برضه اطفال في هذه المرحله، احنا لسه يعني اهالينا هم اللي بيكونونا، او البيئه اللي حوالينا هي اللي بتكون تفكيرنا وازاي نفكر وهكذا يعني. لان احنا طبيعي احنا تحت تاثير هذه البيئه، يعني احنا ما بنشتغلش، ما بنصرفش على نفسنا، ما طلعناش برا في الواقع فتعملنا. فانا قلت خلاص يا محمد انت لازم طب. فذاكرت دخلت بعد سنه اولى دخلت بقى علم علوم في سنه تانية، وقلت لا لازم اذاكر مش عارف ايه. كان حواليا لازم اعتبر نفسك في سجن، يعني انت اعتبر نفسك ان انت دلوقتي في سجن ال3 سنين دول، تذاكر تاكل الكتب لازم، مفيش حاجه اسمها ارتاح. لان انت نتيجتك في الثانويه دي اللي هتعتمد على حياتك كلها، وده طبعا غلط وهنعرف بعدين ان شاء الله الكلام ده. لان حياتك كلها تعتمد على نتيجه الثانويه. دخلت طب او هندسه يبقى انت راجل في الناس الصفوه بتاع المجتمع بتاع العالم كله كمان. ما دخلتش انت هتفضل يعني بسيط، مش هتبقى لك لازم. طبعا انا صغير فمش فاهم الكلام ده، فقلت لا خلاص طالما ابويا بيقول لي كده وامي مش عارف ايه والكلام ده، الناس اللي حواليا وشايف انا الدكتور ده فاتح العياده راكب على عربيه بكذا مش عارف معاه فلوس كذا، الصوره اللي في المجتمع بتخليك انت حتى لو مش فاهم هو يعني ايه طب ويعني ايه هندسه او الكلام، لازم تذاكر. ذاكرت. مش هقول ان انا كنت يعني مجتهد او اللي انا متفوق دحيح، لا خالص يعني. ماشي انا كنت كويس، يعني انا طالع من الاعدادي اللي انا فاكر مثلا الانجليزي ماشي مش قوي، بس انا كويس الحمد لله كنت واخد درجات حلوه. على مدار السنه بقى اللي انا كنت بذاكر اللي هو المجهود اللي هو مش اللي هو الدحيح قوي اللي هو ما كانش بيقوم من على الكتاب، ولا اللي هو الفاشل قوي او الكسول قوي اللي ما كانش بيقعد على الكتاب خالص، لا خالص. يعني انا كنت ما بين البنين، يعني اللي انا اقعد اذاكر، عايز اجيب امتحانات، ازعل لو نقص مثلا درجات كتيره في الامتحان. خلي بالك مش يعني انا يبقى نفسي اقفل بس التقفله دي كانت في امتحانات يعني قليله خالص يعني على مدار ال3 سنين. فبدات سنه اولى فعدينا. كنت بحب المدرسه جدا بجد، يعني المدرسه كانت من ضمن الذكريات اللي الواحد عمل فيها ذكريات حلوه وعمل فيها ناس حلوه وشارك فيها حلوه. وانا كنت من الناس اللي بلاقيها في اتحاد الطلبه والكلام ده في سنه في المدرسه، لكن الجامعه لا. فكنت بذاكر، كنت بروح كل يوم مش عارف ايه، كنت مهتم. سنه اولى عدت، سنه تانية عدت، جينا بقى للمهم سنه تالتة، وهنا تكمن المهم سنه تالتة كانت بدأنا بقى زي ما انتم عارفين لازم نبدأ دروس، نحجز دروس ونروح دروس ومعاد كذا وضبط ونظام، وتجيب مذكرات وتجيب كتب خارجيه وتحل وتفضل تحل وهكذا بقى الكلام ده كله. بدأت وجبت كتب وحجزت دروس ورحت عند مدرسين يعني كنت بجيب درجات كويسه في الامتحانات اللي هي الاسبوعيه، اللي هو كل حصه يعني مش بيعملوا امتحان وهكذا. فانا جبت درجات يعني ما كنتش بقفل يعني اغلب الاحيان صراحه يعني، بس كنت بجيب درجات كويسه، كنت بذاكر
يعني لان انا في حلم اللي انا وبقول لنفسي ده مش نهايه القرار. حتى كل الناس تقول لي لا، تقول لي لما امتحانات الدروس مش مقياس على ان انت هتجيب الدرجه دي في اخر السنه ولا لا، ده يعتبر حاجات يعني بتتدرب على الامتحان نفسه، ودي فعلا حقيقه يعني. فانا كنت بقول لنفسي لا يا محمد ما تزعلش، بكره ان شاء الله تجيب احسن، الحصه الجايه تجيب احسن، وهكذا. بدات بقى اطلع واروح دروس، وتعاملت مع ناس كتيره بجد. رحت مدرسين في كذا ماده، ما عجبنيش مثلا المدرس ده اروح للمدرس ده، جبت كتب خارجيه كتير. جبت بتاع ناس قبلي، يعني ناس يعني كتب محلوله قبلي الكلام ده، وقعدت احل بقى وكنت بنقص الصراحه يعني درجات. دخلت الثانويه العامه بقى. الثانويه العامه اخر شهر الصراحه تعبت جامد، اللي هو قبل الامتحانات بالظبط وشهر الامتحان، يعني هو يعتبر شهر الامتحانات كده تعبت جامد. يعني اللي هو انا خلاص مش قادر، يعني انا تعبت نفسيا ومش قادر اذاكر، ماليش عارف انت لما تتقفل كده من حاجه خلاص، والله لو عملوا لك خلاص انت مفيش امل خلاص. لدرجه ان انا هنا في البيت كانوا يزعقوا لي يعني ذاكر يا عم ذاكر مستقبلك مش عارف. طبعا انت خلاص انا من كتر الضغط ومن كتر المروح والمجي ومش عارف ان انت عمال ضغط، يعني انتوا اكيد هتعرفوا كده، لان الثانويه العامه في مصر تعتبر يعني زي ما تقول كده مش ماراثون كمان، لا ده حاجه يعني سباق. لو ما سبقت يعني خلاص انت كده، لو خسرت خلاص ما مالكش مكان في وسطنا. فالضغط اللي انا تعرضت له كان ضغط شديد جدا، مش من الاهل بس، يعني هم الاهل كده هنتكلم ان هو عايزين لك الخير، يعني هم مش عايزين لك حاجه وحشه، مش هيطردوك عشان يضروك، لا يعني هم فاهمين كده. يعني احنا اهلنا مثلا فاهمين ان هو لازم تذاكر وطب وهندسه ولازم ما تقومش من على الكتاب لسه يعني احنا هنا في مجتمعنا ما عندناش ثقافه اللي هو ازاي نتعامل مع اطفالنا، وازاي اطفالنا تتعامل مع اولياء الامور برضه، يعني لسه ما فيش الكلام ده. فاللي هو كانوا بيقدر عليه بيعملوا، والبيئه برضه اللي حوالينا وزمايلك، انت زمايلك في الدروس يعني عاملين عليك ضغط برضه نفس الكلام. انت لما تشوف زميلك مثلا مقفل وانت ناقص درجتين 3 4 5 10، فانت بتحس بتقول طب وانا مالي، طب انا اللي ناقصني، طب مش معنى ده يقفل وانا ما اقفلش. وممكن يكون زميلك يعني صاحبك، مش هقول لك بقى واحد تاني يعني غريب عنك ده حاجه ده معروف، لا في ناس فعلا كده، يعني ناس سبحان الله هم معروفين في شكلهم كده ان هم ده اللي بيقفلوا في الامتحان في اي ماده، لازم يقفلوا في الامتحان، ده الدحيحه. ما بالك بقى لو كان يكون صاحبك منهم ده، يعني صاحبك بيروح ويجي معاك وانت تعرف في المدرسه درس الكلام، فشغل عليك ضغط نفسي، يعني ده بيشكل عليك ضغط نفسي قوي. فدي بتحصل تراكمات على مدار السنه. انت بدات من شهر 8 بيبدا من شهر دلوقتي من شهر 7 كمان من شهر 8 بيبدا دروس، فانت بادئ بقى من اولها حماس وضغط وذاكره وجيب كتب خارجيه وحل الاسئله كلها ومش عارف فواحده واحده تبدا حماسك يعني مش شايف يعني خلاص. انا 7 مواد بالنسبه للثانويه العامه، ثانويه ازهريه ربنا معاهم يعني طبعا. ثانويه عامه 7 مواد سواء ادب او علمي، الاثنين سواء يعني، مش هنقول ده اصعب من ده ولا ده اسهل من ده، لا الاثنين مهمين والاثنين فيهم الصعب وفيهم السهل وهكذا، يعني مش هنقول حاجه كده، ده حقيقه. لكن انت واحده 7 مواد، لو كل يوم بتاخد ماده، والماده مثلا في الدرس تاخد درس فيها واحد، ممكن تقعد مثلا الحصه تقعد ساعتين وانت ساعه مواصلات مثلا، وتضيع لك ساعه مش عارف اكل وشرب وتتكلم مع صاحبك، انت ضيعت لك مثلا 4 5 ساعات في اليوم، غير نومك، غير لما تيجي تذاكر، لما تيجي تاكل هنا، لما تقعد مع اهلك، مش ما انت برضه مش هتبقى وحيد او مش هتبقى محبوس عليك طول النهار، ده انت مش في سجن، انت كده هتعوز تخرج، عايز تتكلم، عايز تروح تاجي، عايز مش هقول لك كل يوم بس كل اسبوع كل شهر كده يعني. ده كله بشكل عليك ضغط جامد اللي انت لا واحده واحده تبدا عزيمتك تتقل. نفس الكلام ده اللي حصل معايا. انا اخر شهر زي ما قلت لك كانت عباره عن تراكمات بقى، اللي انا طول السنه عمال اذاكر، مش كنت زي ما قلت مش بجيب درجات الا الدرجات، لا كنت عادي بذاكر واجيب درجات، بس انا عندي امل ان انا هجيب حاجه، اللي انا هعمل حاجه، فعشان كده كنت بذاكر. واللي انا ما عنديش حاجه غير كده، يعني انا ما عنديش حاجه غير المذاكره، ولا مطلوب مني شغل، ولا مطلوب مني ان انا اصرف على العيال، ولا مطلوب مني ان انا اعمل اي حاجه خالص غير المذاكره. كنت باخد الدروس، وممكن اوقات كتيره يعني احنا زي اهالينا كتير جدا ممكن الثانويه بتشغل ضغط في الفلوس كمان، يعني انت بتصرف كل يوم عايز لك مبلغ وقدره، فطبعا انت ما تعرفش حال اسرتك، انت لما تاخد المبلغ ده هياثر عليهم ازاي او بيعجوا ازاي، بتاجي عليهم مفيش اصلا يعني اللي هو مش متاح يعني، فاهم قصدي؟ فكان برضو ده عامل نفسي اثر علينا جامد، مش هقول لا احنا فقراء ولا، بس يعني لا في سحب غير الطبيعي،
غير الطبيعي لدرجه ان احنا بعنا مثلا حته ارض عشان اكمل ثانوي وهكذا يعني. كان سحب يعني. فده شكل ضغط نفسي طول السنه، فاللي انا قعدت عمال اذاكر وعمال. في اخر السنه جبت كام؟ ده المهم بقى بتاع جبت 93 93%. 93% كان مش عايز اقول يعني انا زعلت وفرحت في نفس الوقت. يعني انا فاكر ان انا يوم النتيجه ده كنا قاعدين على الكمبيوتر بقى. فالمهم اول ما سمعت ان طبعا هي محزنه بالنسبه لاهلي، لان انا 97 ساعتها طب، وانا بقول لكم من 4 سنين قبل نظام البوكلت، قبل نظام التابلت يعني. كان طب من سنه 98 وفوق، يعني 98 وطالع ده طب بشري. يعني طب اصلا ساعتها كنت فاكر انا سنه قبل ب 98 و4 من 10 ولا 5 من 10 حاجه زي كده، طب اسنان طب بشري عالمي. فطبعا 93 يا نهار، ده انت حتى مش هتطلع خاص، يعني خاص اللي هو لو مش متاح او مش متاح انت تدخل خاص، ده انت لو متاح اصلا فلوس انت تدخل خاص مش هتدخلها خاص لان مفيش فلوس، لان انت مش جايب المجموع اساسا. فطبعا اهلي زعلوا يعني بس هو بقى خلاص يعني هو اللي حصل فيعمل. انا ساعتها فاكر انا اللقطه دي مؤثره فيها جامد. انا رحت قايم على طول وداخل على الحمام متوضي واخده مصليه وطالع عندنا على السطح، وقعدت اصلي ركعتين. الصراحه يعني صورني شعور ساعتها، مش هقول ان انا زعلت بجد يعني، حساب براحه يعني. خلاص انا بقول لك انت طول السنه ضغط، خلاص انت خلاص خلصت بقى وارتحت بقى خلاص، جبت نتيجته وهشوف بقى بعد كده اعمل. ما زعلتش لا بقى، لان انا عارف ان ربنا سبحانه وتعالى شايل الخير، وانا عارف ده كله على مدار السنه. هو دايما في اختبارات وفي يعني يا رب سبحانه وتعالى مش علمني حاجات كتيره بجد. مش اللي هو بقى تذمرت وقلت مش معنى انا يا رب، طب ما ده جايب مش عارف كذا وده جايب كذا، مش معنى انا اللي ما جبتش كذا مش عارف. فواحده واحده عرفت بقى ان ربنا سبحانه وتعالى كان رايد لي الخير في النقطه دي، وده هنفهمها بعدين ازاي كانت الثانويه العامه كانت نقطه تحول في حياتي حرفيا. يعني هي اول نقطه تحول في حياتي غيرتني من نقطه لنقطه تانية خالص، هتغير حياتي خالص، ده انا اعرفها في قصه تانية. بس اللي انا عايز اقوله لكم نصيحه في الاخر يعني، ما تزعلوش من اهاليكم، ده اول نقطه. يعني ما تقولوش ده اهالينا ده بيطردونا، ده مش فاهميننا، ده مش عارفين يتعاملوا معانا، ده ما بيحبوناش، كل شويه زعيق، كل شويه مش عارف ده هنصرف عليكم، كل شويه مش عارفين نجيب لكم منها فلوس. بصوا من نقطه الاهل ده حطوا في دماغكم ان الاهل بيحبوكم، ابوكم وامك بيحبوكم، مفيش حد هيحب قد ابوكم وامك. في اهالي يعني ربنا يعني يسامحهم بيبقى مؤذين لاولادهم، ده حقيقه مش هنقول غير كده. لكن انت لو اهلك ناس كويسه وناس بتدعمك واللي هو خلاك وصلت لدرجه ان انت توصل ثانويه عامه ويصرف عليك، مش هقول لك اللي هو لا، هم كل طريقه تطبيقهم في تربيتك او في الثانويه العامه بنتكلم عنها بالذات دلوقتي كلها صح، لا هم بيحبوك يعني بيحبوك جدا، بس طريقه تعبيرهم عن الكلام ده او عن حبهم هي اللي واصله لك غلط. يعني هم بيوصلوها بطريقه غلط. يعني مثلا اديك مثال اول يعني انا بحب اقول، يعني مثلا لما تقعد جنب واحد وتقول استغفر الله العظيم يا رب، هي لو بصيت للكلمه نفسها استغفر الله العظيم يا رب دي، ده حاجه حلوه يعني انت بتستغفر ربنا، لكن الطريقه اللي اتقالت بيها استغفر الله العظيم يا رب حسيت اللي قدامك ان انت متضايق منه، واخد بقى زي حسبي الله ونعم الوكيل. هي حسبي الله ده حاجه جميله جدا يعني، ده الواحد دلوقتي يقولها كل يوم، بس الطريقه اللي اتقالت بيها حسبي الله حسيت اللي قدامك انت يعني بتتمنى له الشر. هو نفس الكلام، اهالينا بيحبونا ومش بيكرهونا، بس هم وعايزين لنا الاحسن، ده حقيقه يعني هم عايزين لنا الاحسن دايما. ففي النقطه دي ما تزعلش منهم، حتى لو زعلوا منك بعد النتيجه ما تزعلش منهم وتقول ده بيكرهوني، ده ما بيحبنيش، ده انا خلاص ماليش لازمه مش عارف، لا خالص. الاهل هيفضلوا اهلك، لو هم ناس كويسه هيفضلوا يعني بيحبوا لك الخير حتى لو بتعمل تاني نقطه النتيجه لما تظهر ما تزعلش مهما كانت النتيجه، سواء كنت علمي او ادبي، ما تزعلش من النتيجه، ما تقولش فلان جاب احسن مني يا رب، لا طب انا يا رب ما كنتش جبت ده انا بذاكر، ده انا ذاكرت اكتر منه، ده انا كنت باخد دروس اكتر منه، ده انا مش عارف كنت بعمل اكتر منه، لا ما بتتحسبش كده. ما انت ممكن نسمع ما سمعنا وهنسمع وهنفضل نسمع طول عمرنا ان في فلان كان بيقعد ما بيطلعش من البيت، قاعد على الكتاب ليل ونهار،
تدخل تشوفه قاعد على الكتاب، تطلع تلاقي على الكتاب، ما بيدخلش الحمام وما بياكلش ما بيشرب، في الاخر ما جابش نتيجه. لا، لان احنا قدرات يا جماعه. يعني احنا كل واحد مختلف عن التاني. ممكن واحد يقعد يذاكر ساعه بمقدار واحد يقعد يذاكر 5 ساعات مثلا، هو قاعد الساعه دي ركز فيها، عرف منظم نفسه ان هو ده هيذاكر كذا كذا كذا، بنى الاساس للمذاكره. ما دخلش مثلا الخمس ساعات اللي قعد 5 ساعات ده قاعد يجيب مش لاقي كتب فيها، مش لاقي القلم فيها، مش لاقي المذكره فيها، مش لاقي الكراسه اللي هي هيكتب فيها فيها، فضيع منها بتاع ساعه، ويقعد مش عارف هيذاكر ايه، هيذاكر تاريخ ولا جغرافيا ولا فيزياء ولا كيمياء ولا احياء ولا انجليزي، فمش عارف، فضيع ساعه كمان. هيبدا خد مع بتاع اول فصل مثلا فلقى تعب فريح شويه ماشي، بس طلع ريح كتير مش منظم. على عكس اللي قاعد ساعه هو خلاص كل حاجه مجهز نفسه، دخل الساعه او على طول على اللي هيتذاكر على طول، ما خدش وقت. فتلاقي ان اللي قاعد ساعه دي جاب مجموع لان هو منظم وقته وعارف المعلومه فيها وذاكرها كذا مره وهكذا وقادر يراجع. لكن ما تحطش او ما تقارنش نفسك بحد خالص، سواء في الثانويه العامه او في اي نقطه، ما تقارنش نفسك بحد خالص لاي حاجه، شكل، لون، طريقه كلام، فلوس، اهل، ما تقارنش نفسك بحد. انت قارن نفسك بامبارح، انا امبارح كنت ايه والنهارده بقيت ايه. دي نقطه. الصحاب مش عايزكم يا جماعه في الثانويه العامه تعتمدوا على اصحابكم قوي. يعني ماشي، مش هقول لك ان انت تهجرهم او تخاصمهم او كان، لا خالص. يعني انت ممكن تروحوا كلكم في درس واحد، ممكن اغلب دروسكم هتبقى مع بعض، يعني عن نفس المدرسين، لكن ما تعتمدش عليهم. ما تقولش اصل اصحابي كلهم قالوا ده مدرس وحش فهو وحش، لا ما تقولش كده. ما تقولش اصل ده هم راحوا في ميعاد كذا فانا لازم اروح معاهم في الميعاد كذا، ده مش عارف جابوا المذكره الفلانيه والكتاب لازم، لا ما تعتمدش. كل واحد بيبقى ليه طريقته خاصه، زي ما قلت في المذاكره، في كل حاجه. ما تعتمدش، ما تقارنش نفسك بحد وتقول انا اجيب زي ده. ما تقولش ده كلهم جايبين زي عاملين زي بعض، انا الوحيد اللي هختلف، انا الوحيد اللي هبين نفسي فزلوك، انا الوحيد اللي نفسي مش عارف ايه. لا يا حبيبي، انت يعني خلي لك شخصيتك في طريقه المذاكره، في المدرسين اللي تروح. ما انت ما فهمتش المدرس ده روح انت غيره، ما ارتحتش مع الكتاب ده هات غيره. فهي دي الطريقه. ما تعتمدش قوي. اصل احنا للاسف منتشر قوي شله الاصحاب، كلهم يروح عند مدرس واحد يطلع عنده شله. ممكن يكون واحد هو اللي ممشيهم، يعني يقول لك لا انا مش عاجبني المدرس ده، فتلاقي مثلا كام واحد فاهمين المدرس فيمشوا عشان الشله كلها ماشي، وده غلط. ما انت كده بتضيع نفسك، بتضيع فلوسك، بتضيع اهلك. فالثانويه العامه ما تفتكروش ان هي يعني بعبع او اللي هي حاجه وحشه خالص، بالعكس الثانويه العامه هتبقى نقطه مرحله في حياتك هتعديها. احنا عدينا، انا بقى لي 4 سنين اهو خلاص ثانويه عامه، وحياتي طبيعيه عادي، ومش زعلان، لان انا ربنا الهمني في طريق تاني هنتكلم عنه بعدين، خلاني فعلا قلت لا الحمد لله، الحمد لله اللي انا جبت كذا وما دخلتش كليه طب. انا كنت علم علوم، يعني ما كنت دخلت كليه طب ولا كليه طبيه ولا دخلت في السكه دي، لانها مش سكتي. مش شرط ان انا اقول مش سكتي ان هي سكه وحشه، لا احنا كلنا بنكمل بعض ومحتاجين بعض، بس انا في كل واحد بيبقى له وظيفه في الحياه. ده اللي انا عايز اقوله لك، كل واحد بيبقى له وظيفه في الحياه. مش شرط ان كلنا لازم يكون لنا دكاتره، كلنا يبقى مهندسين، كلنا يبقى صيادله، كلنا يبقى اطباء اسنان، لا احنا كلنا بنكمل بعض، كلنا بنكمل بعض. انت تطلع هتبقى قمه في مجالك. يعني انت دخلت مثلا كليه كل يقول لك عليها مش حلوه ومش عارف ايه، انت دخلت فيها واحده واحده، عارف ان الجو في الاول هيبقى صعب عليك، واحده واحده لو ربنا كرمك واتعودت عليها وحبيتها هتلاقيك انت قمه فيها، وهتلاقي الناس بتطلبك بالاسم، لان احنا محتاجين كل المجالات. عمرك شفت الدنيا دي لحد الان نجحت بمجال واحد بس؟ لا، كلنا بنكمل بعض. يعني قصص كتير شباب وبنات دخلوا كليات مش حابينها في الاول، طلعوا منها لما اتخرجوا بعد يعني بقى قمه فيها، يعني بيتكلم عنها كده، بيتكلم عن الكليه اللي هو طلع منها بفخر بحب. تحس ان انت قاعد تقول له يا ابني انت الفلان اللي كنت قاعد معاك بعد ثالثه ثانوي وزعلان وتقول لا الكليه دي مش هدخلها، الكليه دي انا بكرهها. تشوفوا بقى، لا هو بقى مش هقول لك يبقى بالامر الواقع، لا هو كان فاكر حاجه غلط، فاكر ان مفيش الا الكليه الفلانيه دي هي اللي هتدخل وهي المستقبل. لما دخل شاف الكليه الثانيه دي وعرف ان هي فعلا لها مستقبل ولها شغل ومجالها حلو وحبها، فقدر يتاقلم ويحبها. لان احنا كبشر احنا ما نعرفش احنا عايزين ايه بالظبط. يعني انا بقول لك احنا في الثانويه العامه في خلال حياتنا احنا معتمدين او اتشحنا بطاقه الاهل لازم تدخل طب، انت مش عارف ممكن ما كنتش مناسبه ليك طب. مش هقول لك انت بتخاف بالدم ولا لا، عادي ممكن تخاف في الدم الاول بس تتعود يعني، بس انا قصدي ان انت مش مناسبه ليك، يعني انت مش حاسس، مش المجال اللي مش حاسس. ممكن تبقى في الرسم بقى ممتاز، الله يعني انا حساب طب الرسم مثلا، لا ما هو كل واحد زي ما قلت احنا محتاجين كل المجالات وكل، فانت تبدع فيبقى لك اسم. فانت شايف اهو، ما انت شايف كل المجالات بيبقى ليها اسماء عمالقه، ولا ما فيش مثلا طب ولا هندسه هم اللي فيهم عمالقه مثلا؟ لا، في كل المجالات هتلاقي فيه الناس التوب اللي فيها. فانت ما تزعلش نفسك وتقول لك انا
ده انا ثانويه عامه دمرتني، ده انا صرفت، كلنا صرفنا، كلنا صرفنا، كلنا مرينا بنفس اللي انت مريت بيه. فما تزعلش، ما تزعلش من النتيجه، ما تزعلش من اللي هيحصل بعد كده. انت في الاول هتلاقي بعد النتيجه يعني كده مهما كانت النتيجه، هتلاقي اللي يقول لك مش عارف، يضحك عليك، يتذمر عليك، يقول لك شايف ابن فلان ابن علان مش عارف ابن خالتك ابن عمتك ابن عمك مش عارف، ده احسن منك مش عارف، ده خد دروس اقل منك ونجح وراح. ما تشغلش بالك، انت دي مرحله هتعدي بيها، تتعب فيها نفسيا، لان للاسف احنا ما عندناش زي ما قلت الثقافه بتاع التعامل مع مع تغيرات الحياه. يعني مثلا انا ما اقيش النتيجه الفلانيه اللي انا عايزها خلاص بقى، ما ده انا هفضل ازم وافضل اضغط عليك لحد ما تكره عيشتك. لا، ما اتعلمناش ازاي نتعامل مع كل واحد على حده. في واحد قدراته ما تسمحش انه يدخل في الحته دي او يتعلم في المجال ده، فانت مش عايزك تزعل، مش عايزك تزعل من اي نتيجه، وربنا يكرمك ان شاء الله. انا تجربتي في الثانويه العامه فعلا استفدت منها كتير. انا عارف ان انا يعني اتكلمت في نقط كتير، بس انا كان قصدي ان انا اوصل، اتمنى اكون وصل لكم رساله. انا اللي خلاني جبت 93% مش مذاكره قبل الامتحان خالص. انا بقول لكم يعني انا طبعا امتحان ما ذاكرتش، يعني انا كنت بفتح الكتاب كده يعني يعني انا بقلب الورق تقضيه واجب. اللي خلاني بقى وفعلا يعني درس مهم قوي اتعلمته، ان الحاجات الصغيره اللي احنا بنعملها مثلا كل يوم دي نتيجتها في الاخر اثرها كبير جدا بجد. يعني ممكن انت لما تعمل حاجه صغيره او عاده صغيره كده بسيطه تتعلمها، انت مش شايف نتيجه، يعني انت مش شايف نتيجه فعليه ليها في الوقت الحالي، لكن تيجي بعد فتره كبيره تلاقي نتيجه كبيره جدا. يعني انا دخلت الامتحان حرفيا بالامتحانات اللي كانت بتحصل كل اسبوع والمذاكره بتاع طول السنه، مش المراجعه بتاع قبل الامتحان خالص. يعني انت تلاقي ناس بتقول لك مراجعه الامتحان قبل الامتحان دي مهمه جدا، يعني اخر شهر ده انت لو ما راجعتش فيه بقى انت كده كل سنه وانت طالع على كده خالص. انا والله فعلا يعني انا بقول لهم انا تعبي يعني انا تعبت نفسيا دي، يعني حرفيا انا يعني خلاص انا طاقتي خلصت، يعني مفيش والله بجد، يعني مفيش الا انا امسك كتاب افتح. تعبت جامد، يعني كان ضغط بقى فظيع، يعني ضغط فظيع جدا. المهم دخلت الامتحان حرفيا باللي انا جبته طول السنه، باللي انا ذاكرته. انا كنت بذاكر طول السنه، انا قلت لكم انا كنت بذاكر طول السنه، بس ما كنتش دحيح لدرجه ان انا كنت بقفل الامتحانات. دي نقطه في فرق، يعني في ناس كتيره زي كده، يعني اللي هي بتذاكر كويس وبتحل كويس وبتعمل كويس، بس الحظ ما بيسعفهاش في اللي هي مثلا تقفل في الامتحان. ممكن تكون مساله وقفت قصادها، خدت بالك في الامتحان مثلا كيمياء ولا فيزياء ولا اي حاجه، فطاف ده مثلا يتنقص ولا بتاع 3 4 5 درجات، فيحس انه مساله ضيعتني بقت عن التقفل. بس هو مذاكر اللي خلاه مثلا نقص 5 درجات. طب اكيد لو امتحان من 50 مثلا، امتحان من 50 وانا جبت 45 من 50، ال 45 دي جت ازاي؟ مش اللي ذاكرتها؟ انا ما غشيتش طبعا، احنا بنتكلم ان انت ما غشيتش عشان بس النقطه دي تبقى واضحه. مش ما تقولوش انا ناجح ما تبقاش انت ناجح بالغش في الامتحان بتاع الاسبوع دي وتقول انا جاب ابوه دي لا يعني بنتكلم مثلا 45 درجه انت فعلا ذاكرت كل سؤال بجزئيه من المنهج، كل سؤال بفصل يعني بحته من المنهج. مين اللي ذاكر الكلام ده؟ انت اكيد. لكن ما يسعفكش يعني 4 مرات انت ده يعني السؤال ده يفلت منك، ما تقرا غلط، ما تكملوش للاخر قراءه، اخر خطوه مثلا لو مساله في الكيمياء ولا في الفيزياء تدمر لك المساله كلها، تلاقيك تنقص فيها، فما تقفلش. نفس الكلام ده كان بيحصل معايا، اللي انا كنت بذاكر بس مش لدرجه اللي انا كان تركيزي ما كانش اللي هو اجيب درجه نهائيه. لكن سبحان الله يعني التراكمات على مدار السنه في المذاكره، واللي انا في اسئله كده كنت بغلط فيها فبتعلم منها، يعني فعلا التعلم من الاخطاء اللي كانت في الامتحانات والملاحظات اللي كان بيقولها المدرسين في كل المواد برضو، يعني عملت عندك في اللاوعي كده اللي انت تاخد بالك من النقط دي او تجي مذاكرتها بعد كده بتبقى سهله. يعني انا مثلا لما جيت بمسك الكتب كده قبل الامتحانات كان ساورني شعور كده اللي ده كله سهل. يعني انا كنت فعلا تعبان حرفيا، بس افتح الكتاب مش اللي هو انا مش تعبان من اللي انا ما ذاكرتش او ان انا مش مذاكر حاجه، في فرق. لا انا تعبان من اللي انا خلاص انا من كتر المذاكره وبص للكتب ومش عارف وضغط ده خلاص انا تعبت، يعني انا مش قادر خلاص ابص في الكتاب تاني. فاهم قصدي؟ يعني انا كنت بذاكر بس مش ما تعبتش من عدم المذاكره، يعني انا ما تعبتش من اللي انا فتحت الكتاب اخر السنه
خدت بالك لقيت نفسي مش عارف حاجه، لا خالص، مع انها بتحصل وهتحصل. انت في الاخر كده تحس ان انت كل الكلام طار من دماغك، لكن دي ما كانتش المشكله. المشكله اللي انا يعني انا حاسس ان انا قررت الكلام ده كتير، قررت الكلام ده كتير، طب هدخل ومع الضغط النفسي اللي كان حاصل من المدرسين والاهل والاصحاب والبعبع نفسه كله اللي هو الثانويه العامه، ولو جبتش طب مش هيبقى لك كيان ولا لك اسم، ده برضه عمل عندك الضغط. لكن انا دخلت فعلا باللي انا ذاكرته طول السنه، حرفيا انا بقول لنفسي كده، انا 93% دي اللي جبتها علم علوم جبتها عن طريق اللي انا ذاكرته طول السنه، مش المراجعه بتاع اخر السنه يعني اللي قبل الامتحان دي. انا جبت في العربي سبحان الله، كان تجربه برضه في العربي انا هحكيها برضه بالمره. دخلت العربي انا نص فيه 3 درجات تمام. دخلت يعني كانت اول ماده، يعني احنا كانت عندنا على ايامنا احنا كانت اول ماده العربي، كان بوكلت، كان امتحان بوكلت. دخلت طبعا نظام البوكلت كان جديد علينا زي التابلت كده ما جديد عليكم، يعني احنا داخلين كانت قبلنا بسنه تقريبا ولا سنتين البوكلت ده. فطبعا احنا داخلين مش عارفين يعني ايه، ما كانش لسه فيه كتير، ما كانش لسه فيه اسئله كتير، ما كانش لسه فيه كتب خارجيه عرفت النظام بتاع البوكلت ده نظامه ايه، ما كانش لسه ما تعودناش عليه زي نظام التابلت برضه عندنا. دخلت سبحان الله حسيت براحه غريبه كده، اللي انا بحل الامتحان عادي ولا كاني قاعد في امتحان بجد، يعني انا قاعد ولا كاني قاعد في امتحان خالص. دخلت وقعدت حليت نص تقريبا درجه تقريبا في المعاني، مش عارف في القراءه ولا في القصه حاجه زي كده، والتعبير اكيد برضه نص فيه مش عارف الدرجه الثالثه تقريبا كانت في النصوص. لكن الحمد لله اللي كنت باخد منه للنحو اللي انا كنت بفهم النحو، انا كنت بفهم، انا كنت بحب النحو جدا، يعني انا النحو ده يعني كانت من الحاجات اللي يعني بموت في النحو بجد، لغايه اللي انا كنت بكتب النحو لحد اخر حرف، بيقول لك لحد مرفوع بالضمه او مكسور كده، اللي هو بيقول لك انت لو ما كتبتهاش دي اللاحقه الاخيره دي هتنقص نص درجه مثلا، لا كنت بكتبها لحد الاخر. في طول السنه كنت بركز عليها، المدرسين كانوا بيركزون على الحته دي، فخلاص انا اتقنتها، لازم اجيب الاعراب لحد الاخر. الحمد لله نسيت كل حاجه دلوقتي يعني بس كان بيجي دخلت العربي نص 3 درجات. انا كنت عارف ان انا هطلع انقص من العربي، بس الحمد لله ما نصش اكتر من كده. الانجليزي نص كام 3 درجات برضه، كان في الاختيار عندنا، فالاختيار كان صعب يعني نص ست يعني، الاختيار كان بنص، فغلطت في 6 واكيد تقريبا او مش عارف كان الاختيار بنص يعني، فغلطت مش عارف في 5 ولا حاجه، فالمهم برضه تقريبا في الباراجراف مش فاكر اي كان اسمه باراجراف يعني، غلطت برضه اعتقد فيه يعني. الامتحان كان كله كويس. الفرنساوي الحمد لله قفلته. الفيزياء يا خراب، يا خراب على الفيزياء الفيزياء نص فيها 12 درجة على 12 درجة ونص. طبعا ده حاجة محبطة بالنسبة لكم بس فعلا انا والله العظيم كنت بحب الفيزياء جدا. طب والله يا جماعة انا بالفيزياء عيش يعني، انا كنت بحبها جدا جدا جدا، بس للاسف جت مسألة كرشوف تقريبا اسمه كده يعني، دمرت لي يعني الدرجة بجد، يعني مش عارف ساعتها كانت بكام درجة، 6 درجات ولا مش فاكر، كانت بدرجات كتيرة المسألة دي وكلها كانت غلط، يعني عطتها لا غلط 6 درجات، خد يا عم 6 درجات من 12، الستة التانيين بقى ممكن في الاختياري في المسألة التانية ب3 درجات، فاتدمرت خالص في الفيزياء. والجيولوجيا نص فيها 6 برضه مش عارف ازاي، يعني عملت تظلم، رحت لقيت سبحان الله هم كانوا صحيحين فعلا يعني، ما ظلمنيش بجد، انا التظلم اللي عملته في المواد الصراحه ما ظلمنيش، عشان تاخد بالكم مش شرط كل الدرجه اللي انت هتاخدها في النتيجه دي هتبقى هم ظالمينك في التصحيح خالص يعني، كان نفسي اطلع غلطه في تصحيحهم، بس للاسف ولاد الذين كانوا جامدين، كان على الشعره والله العظيم نص درجه كان حتى بيحسبوها، فعلا فعلا يعني كانوا جامدين جدا يعني. والكيمياء نص درجه ونص، درجه ونص. الكيمياء دي مش متخيل لحد دلوقتي ازاي نص درجه ونص، ازاي ده انا مسكت، ده انا فاكر كده ان انا امسك السلاح كتاب يعني خارجي كنت بفره كده يعني، مش ما كنتش بذاكر كنت بفره، فحرفيا مش عارف انا ازاي كنت طالع مش عارف. الاحياء مش فاكر الصراحه نص فيها 3 درجات ولا كام، مش فاكر الصراحه. لكن اللي عايز اقوله يعني الثانويه العامه والله يا عزيزي يا رب، فكانت حاجه جميله جدا، كانت التجربه كانت حلوه عندنا، حلوه ومره بجد يعني، ما تزعلوش مهما كانت النتيجه، ما تزعلوش. الحياه ما بعد الثانويه العامه هي الحياه، هي الحياه فعلا، هتمر بتجارب وهتدخل الجامعه وهتتعرف على ناس وهتشوف العالم اللي بيتغير حواليك ازاي وهتندمج فيه، ما تقولش لا ده انا ما دخلتش الكليه الفلانيه مش هنجح في حياتي،
مين اللي قال لك كده؟ انت عارف انت عارف يعني الكليه دي، عارف عنها ولا درست فيها ولا خدت للاسف برضه ما عندناش فكره التعريف بالكليات بالمعنى الصحيح. ماشي ممكن في حد يقعد يقول لك الكليه بتعمل كذا وبتعمل كذا ومستقبل، بس انت يعني مثلا حاجات بجد يعني في دماغك. طب انت ازاي ضامن مستقبل بعد 7 سنين من الطب، بعد 5 سنين من هندسه؟ ازاي؟ طب ما انت في ال5 سنين انت هتتغير، في ال7 سنين دي تفكيرك بيتغير يا جماعه. ده من سنه، من قبل الثانويه العامه كنت حاجه، وبعد الثانويه العامه بقت حاجه ثانيه. يعني سنه واحده فرقت في تفكيرك، كنت حاجه وبعد الثانويه بقت حاجه. بعد 5 سنين 7 سنين، فانا مش عايزك تزعل نفسك. ومش بقول ان الثانويه العامه مش مهمه، ومش بقول ان كليات الطب ولا الهندسه مش مهمين، لا كل مجال مهم يا جماعه، ده اللي انا اقصده. كل مجال مهم احنا محتاجينه، بس الزياده في يعني بيقول لك اذا زاد الشيء عن حد انقلب ضده. يعني مثلا ما ينفعش نقول ده الطب هو الطب يعني الحاجه الوحيده الحلوه في المحل، لا احنا محتاجين، ده احنا محتاجين السواق. انت تقدر تستغنى عن السواق؟ لو رحت موقف كده مثلا بتركب مواصلات زي حالتنا، بتركب كده وما فيش سواقين مثلا، المواقف اللي هي بتسافر بين المدن بين المحافظات او بين القرى وبعضيها، ما ليش مواصلات، وانت جاي مثلا تعبان من الشغل من الجامعه مش عارف من المشوار، ماليش هتعمل ايه؟ مش دي برضه احنا محتاجين محتاجين عمال نظافه، محتاجين حاجات كتير. مش هقول ان انت لا يعني لا ده كده، بس انا قصدي يعني مهما كانت بساطه الشغلانات الوظائف اللي انا بقول عليها دي بسيطه هيدي وناس بسيطه، بس محتاجينها جدا ما نقدرش نستغنى عنها. نفس الكلام انت ما تقولش انا دخلت كليه فلانيه مش هفشل فيها، لا يا حبيبي انت لسه ما تعرفش انت عايز ايه بجد. والله انتوا لسه يا جماعه لسه ما تعرفوش انتوا عايزين ايه، واللي انت عايزه ده مش هيتحقق في يوم وليله. يعني مثلا ما تقولش انا بحب المجال الفلاني ده، انا في يوم وليله كده انت خلاص حبيته النهارده مثلا بالليل الساعه 12 هتصحى الصبح هتلاقيك بيرفكت فيه، لا خالص. ده بيبقى بناء على جهد واللي انت تقعد تدور وتبحث عن معلومات وتعرف ده وده وده وده. ممكن واحد يقول لك طب انت عملت ايه اما انت عرفت اللي انت بتحبه ومش حبه والمجال ده هو الصح، وعمال تقول انا هو الحلو ومش الحلو المجال. كل يا حبيبي كل لو حاجه بالسهل كانت كل الناس عملتها، لو كل حاجه سهله كانت كل الناس عملتها. انت هتتعود تتعلم وتتدرب وتبحث والكلام ده. فانتوا الثانويه العامه مش عايزكم تاخدوها على المحمل اللي هو خلاص انا حياتي اتدمرت خالص. والله كان في معانا ناس انا كمحمد اهو اتصدموا ازاي دي ما تدخلش طب. يعني كان في بنت جنب بجد، بنت يعني بسم الله ما شاء الله من اعدادي بتطلع الاولى على المدرسه وش يعني انت شفتها تقول دي خلاص ده طب اسم يعني مكانها في المدرج في كليه الطب محجوز باسمها خلاص، هي كده دي داخله طب يعني طب اعلى طب في الجمهوريه كلها، مش هقول لك طب اقل طب لا. سبحان الله جابت على ايامنا يعني جابت 97%. طبعا المرحله الاولى كانت بتبدا من 97.2 المرحله الاولى اللي هو لحد كليات خلاص الطبيه كلها بعد يعني كليه الطب بطل مثلا 97.2 ده لو ما نزلتش مرحله تاني. فهي جابت 97 دخلت علوم تبقى. فطبعا وامثله كتيره زيها يعني في ناس واحده 96 كانت مجتهده جدا وبتذاكر واكتر مني انا ودخل التربيه. فمش شرط انهم ان انت مثلا مش شاطر او مثلا الشخص ده شاطر طول السنين ده هيدخل فلان، ولا انت مش شاطر طول السنين بتاع اعدادي وسنه وده مش هتدخل الكليه، لا مش شرط عادي انت ما تعرفش. فمش عايزكم تحطوا يعني عائق كبير على دماغكم وما تزعلوش. ابدا بقى انت هتاخد وقت قبل ما تفوق من المرحله دي، مرحله ما بعد النتيجه ولا يعني في مرحله ما بعد انتهاء الثانويه العامه ومرحله ما بعد النتيجه. يعني مرحله انتهاء بعد الثانويه العامه اللي انت خلاص خلصت السنه دي يا خراب خلصت خلاص بحلوه بمره، ومرحله ثانيه بعد انتهاء بعد ظهور النتيجه اللي انت بقى بالنتيجه هتشوف انت هتروح فين بس. فانت هتمر بالمرحلتين ده هتمر بيهم وعادي، والدنيا هتدخل وهتشوف الدنيا وهتتعلم بقى حاجات جديده، في حاجات جديده طلعت يعني والله يعني هنتكلم عنها في موضوع تاني ان شاء الله، بس يعني حاجات يعني يلا. بس هنعمل ايه بقى؟ ده للاسف سلو بلدنا يعني، ده عادات وتقاليد اتربينا عليها، فلازم نتعامل معاها بحذر بحكمه. مش عايزين نقول بقى نذم في النظام نفسه في نظام التعليم يعني، او اللي الاهالي بيعملوه ولا المدرسين بيعملوه، مش عايزين نذم ونقول لا لان ده حاجه موجوده غير واحنا معاك، يعني غير للاحسن واحنا معاك، مش عايزين نذم. بس الفكره احنا ازاي نتعامل معاه بحكمه ما يضرش نفسه. في ناس في اطفال يعني في طلاب يا جماعه بينتحروا، في طلاب بيجروا اكتئاب، في طلاب يعني بينعزلوا تماما، في طلاب بيحصل لهم مشاكل نفسيه كتير ومشاكل بدنيه نتيجه الثانويه العامه دي والكلام ده. مش عايزين ندخل في الدوامه دي، فلازم تحط في اعتبارك ان ما بعد الثانويه العامه
باذن الله هيكون احسن ليك واحسن ليك. يعني طبعا بتكلم بصيغه الذكر الانثى، يعني احسن ليكم. فمش عايزكم تحطها يعني في دماغكم قوي. انت بعد الثانويه هتشوف حاجات جديده ودنيا جديده وحياه جديده، وربنا يوفقكم. فاللي انا عايز اقوله، ما تزعلش مهما كانت النتيجه. ما تزعليش انت كمان لو انت في الثانويه دلوقتي، اعمل اللي عليك واجتهد وذاكر، ما تشغلش بالك بحد وما تقارنش نفسك بحد. اعمل اللي عليك، ذاكر، طور من نفسك. انت اكتر واحد عارف نفسك، ما فيش حد يقول لك هيعرف نفسك اكتر منك، لا. حتى لو ابوك اخوك والدتك كل انت الوحيد اللي عارف نفسك. يعني انت الوحيد اللي هتضحك على نفسك، وانت الوحيد اللي هتكلم نفسك بجد. يعني حد ما تسمعش كلام حد يقعد يفخم فيك قوي، ولا حد يقلل منك قوي، لا. انت خليك انت في النص. اللي يقول لك كلمه حلوه تمام، اللي يقول لك كلمه وحشه برضه تمام. انا يا عم انا حر انا. وبرضه ما تقولش انا حر لدرجه العناد، او اللي انت مثلا تفتكر ان انت الوحيد اللي صح وكله غلط، لا خالص. وبرضه ما توصلش لدرجه ان كل الناس صح وانت اللي غلط فتسمع كلامه وتبقى تحت تامرهم، لا. برضه خليك بين البنين. انت اللي عارف نفسك. ابدا واحده واحده. لو بدايه الثانويه ابدا واحده واحده، اتعلم، شوف الدنيا بتعمل ايه، الناس بتعمل ايه. واحده واحده. مش عايزك تبدا بحماس قوي، لا، واحده واحده. وبرضه مش عايزك تتكاسل قوي. شوف، ذاكر، وما تشتتش نفسك على الانترنت كتير واليوتيوب بالذات، خالص خالص خالص. يعني ما تنزلش، ما تخليش اغلب وقتك تقول ده المدرسين على اليوتيوب ومش عارف ايه والكلام ده بيشرحوا ايه. ماشي، السنتر لازم تروح السنتر، للاسف يعني للاسف. لو انت من الناس اللي عايزه تتعامل وجها لوجه كده مع المدرس، لا، روح السنتر احسن. طب انت راجل بتحب الاونلاين وهتقدر تتحكم في نفسك ان انت ما تتشتتش ولا تدخل على فيديوهات كتير، اتعلم اونلاين احسن. شوف اللي يريحك واعمل، بس ما تضيعش وقت كتير. انت كده كده هتضيع وقت للاسف، يعني كده هتضيع وقت، بس على الاقل قلل من وقتك. سيبك من الارتباط والصحوبيه والاصحاب والخروجات ومش عارف الحفلات الغنى ومش عارف ده الافلام والمسلسلات. مش هقول لك انقطع عنهم، لكن قلل منهم شويه. قلل منهم شويه عشان حتى اللي حواليك يحسوا ان انت عملت حاجه بعد النتيجه. ما يقولش لا ده كان بيلعب كان بيعمل، فده ياثر عليك انت نفسيا. فيعني على قد ما تقدر. وبرضه ما تضحكش عليهم. يعني مثلا ما تدخلش ما تتفرجش معاهم على الفيلم ولا تخرج، لكن في الوقت انت بتتفرج وتعمل كل ده ماشي. انا قلت لك انت المسؤول عن نفسك، انت رقيب على نفسك. ما تخليش حد يعدل عليك، ما تخليش حد يقول لك اعمل كذا ما تعملش كذا. انت اكتر واحد عارف نفسك، تمام. فربنا يوفقكم جميعا ويصلح حالكم، واتمنى لكم كل خير. انا ما اعرفكمش ولا انتوا تعرفوني بس اتمنى الجميع والله بجد. نفسي يعني بلدنا والله مصر يعني تبقى في اعلى البلاد والله بجد. فده هيبقى بيكم وبالشباب وبينا وكلنا يعني والله. لما كلنا نبقى شاطرين في مجالاتنا المختلفه، مش في مجال واحد بس. خلي بالكم، لما كل واحد شاطر في مجال، يعني نكمل بعض. ده اللي انا عايزه. ده اللي انا عايزه، سواء بالفيديوهات اللي انا بعملها دلوقتي ولا هعملها ان شاء الله. ده عايز يبقى نعمل، يبقى مجتمع مفيد لنفسه ومجتمع مفيد لبعضه، ويبقى مفيدين لاهلنا وبلدنا. لان احنا عايزين نتقدم بقى، عايزين نتقدم ويبقى لنا كيان والله بجد. ربنا يصلح حالكم ويوفقكم، واشوفكم في احسن الاماكن باذن الله. كان معكم محمد زهير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.